بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا الحلوين داخل مصر وخارج مصر وكل أنحاء العالم، بنحبكم كتير 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 كتير. اللي معانا طبعا اللي معانا جديد في القناة ما ينساش يعمل لنا لايك ويشترك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان ان شاء الله بكم نوصل للمليون. عاوزين نوصل بقى ان شاء الله ل5000 مشترك في اقصى سرعة. فيا رب ان شاء الله نوصل. ادعمونا. وهنا بقول لكم ازيكم عاملين ايه. احنا طبعا الجولة ديت فين يا ترى؟ هنا في المطار، في مطار مصر. رايحين ذهاب. يلا بينا بقى عشان ناخد جولة سريعة في المطار. طبعا مش هاخد لكم جولة بره يعني في العربيات والحتة دي، لا انا هدخلكم جوه المطار اهوت. هتقولي لي دخلتي جوه المطار ازاي بسمة وانت مش مسافرة؟ اقول لكم طبعا ايوه انا مش مسافرة فعلا، بس دخلت جوه المطار عشان في الحمامات بره بسلم كده تنزلي لها بسلم. فطبعا ما بنعرفش اللي انا انزل سلالم وكده. فاستأذنت من اللي قاعدين على بوابة الصالة اللي انا داخلة الحمام، وقلت بقى بالمرة بقى وانا داخلة الحمام اوريكم جولة في المطار، في صالة المطار من جوه اهوت. جولة سريعة كده. وكان طبعا في ناس قاعدين هنا في الصالة، طياراتهم لسه ما جاتش، وفي ناس كانت طياراتهم هيسافروا، في ناس راحت عليهم الطيارة. فالله المستعان، وربنا يصلح لكل واحد احواله يا رب. ويروحوا بدري طبعا. اللي في ناس كتير راحت عليهم كانوا رايحين بدري وناموا في الاماكن ديت اهيت، وراحت عليهم الطيارة. وفي ناس راحوا متأخر وملحقوش الطيارة. وهنا بقى هما كانوا داخلين. طبعا بحب افرج طبعا اخواتي وحبايبي اللي بيبقوا من ذوي الهمم، اللي هما بيبقوا قاعدين في البيت ما بيعرفوش يخرجوا. بيحبوا طبعا يتفرجوا على الاماكن الحلوة، بيحبوا يتفرجوا على اي حاجة، فيبحثوا على اليوتيوب او على الفيس او على اي حاجة ويتفرجوا. وهنا دي الصالة الداخلية بقى اللي هم خلاص وزنهم وعدوا الصالة التانية اهوت. بيخلصوا اجراءاتهم بقى وورقهم هناك. اقصى حاجه كل اللي بيصور لهم بره على الباب وهم بيسلموا على بعض، انما احنا اقصى حاجة اللي بيصور بيبقى بره من على الباب وايه. وخلاص ده اخر الفيديوهات. طبعا الطنط اللي معانا اللي جنبنا ديت كان بنتها صغيرة، سن صغير، فعشان كده دخلت معاها اللي هي تخلص لها الورق والدنيا دي في البداية خالص. وبعد كده قالوا لها خلاص بقى انتهى الموضوع، يعني ايه خليكي واقفة بره متابعاها، عشان كانت مسافرة الوحيدة، مسافرة السعودية عشان تمتحن، عندها امتحانات. وهنا دوت المكان اللي بيسلفلوا فيه الشنط اهوت. بس مش عارفة بقى اما تكون انت مسلفنة الشنط بتكون أأمن ليكي ولا اما تكون سايباها؟ بس اكيد اما تكوني مسلفناها بتكون أأمن ليكي، شنطك ما تتفتحش وكده. هو الميزان لو زاد هما بيعملوا كده يا حبيبي. كانوا الميزان يعملوا كده مع بابا وهو اهوت، بس قال لك بعد ما جه الميزان خلاص الحمد لله قال لك خلاص. كانوا اللي ميزانه زايد بيقولوا ينقصها في كرتونه كمان ويعملوا فيها كده. اللي ميزانه زايد بيقولوا نقصها بكرتونة او يكون معاه شنطة و... بابا قال لي تعالوا معايا جوه عشان لو حاجه زايده ويعملوا يديها لنا. معاه كده. فاحنا دخلنا جوه بقى عشان كنا نوزن الحاجة اللي كانت معانا، عشان لو في حاجة زايدة ناخدها واحنا مروحين. بس الحمد لله الحاجة كانت بالظبط، لان احنا طبعا لما نكون اي حد مسافر بنوزن له الحاجة على الشنط بالقد. يعني مثلا لو شنطتين بتعملي مثلا 22 كيلو و22 كيلو، فبتسيبي مثلا حق كيلو مثلا ضايع، او ممكن بتاخديه، لان عشان في الميزان بتاعك غير الميزان اللي هناك، لان اللي هناك بيبقى هزاز يعني بالحاجات الخفيفة قوي يعني، فبوزن معاكي. طبعا الناس اللي واخدين شنط كتير دول بتبقى عائلة كاملة مع بعضها،
فمش هياخدوا العجل ده كله، لا هما بيقوموا حاطين لهم بقى على على العربانه ديت، العربيه ديت، وهم داخلين. وهنا خلاص هيخشوا بقى البوابه ديت. هنا كنت بقول لماما قاعده تصورني، بقول لها خلاص انا زهقت من التصوير. صح كنت بقول لك كده. اه العائله هي كان كلهم بيزقوا في قلب العربيه. وهنا كان اللي معانا دخل معانا كانت آية، وكانت في، انا دخلت مرتين ممكن او مرتين. اللي دخل معانا في البداية بيبقى حد تاني، واللي يعني بيكون معايا نفر واحد بس. اما لو في صبي راجل وواحدة ممكن ادخل الاتنين، يعني هو بيزقني وايه هي داخلة معايا. فانا كنت بظبط العجل عشان اقف اظبط الطرحة بتاعتي لان شعري كان بان. كل اللي قاعدين جوا دول بقى مسافرين، اما اللي بره كان لسه بوزنه وبيعملوا بقى. احنا قاعدين هنا بقى ناخد لكم جولة في الصالة. واللي كان معانا سافر كنا مستنيينه برضو يخلص اوراقه ويوزن شنطه ويشوف مثلا زي لو في زيادة او نقصان بناخده. احنا كنا عاوزين نطمن عليهم قبل، نطمن على بابا قبل ما يمشي، قبل ما نمشي احنا. فطبعا اي حد بقى بيكون معاه العربية برا، فاول ما بيوصلوا على الباب بيتوكل على الله على طول. اول ما يوزن من الباب اللي هناك ده الاخراني ده، او في البدايه خالص وانت داخله، فبيدخله ويسيبه على طول. فاحنا بقى قعدنا جوه وقعدنا نصور لكم بقى، واحنا طبعا واقفين جنبه، بس احنا قاعدين نصور المكان وكده. واللي بره بقى كانوا واقفين ايه هياكلونا ويرنوا علينا. طبعا بتخش هنا التليفونات ما بتجمعش، ما فيش شبكه جوه. تخش الصالة هنا مفيش شبكة خالص. فايه هم قاعدين حتى خرجت لهم كانوا واقفين على البوابة بره، انتوا مستعجلين، انتوا فين كل ده، مش هو سافر مش عارفة ايه. قعدوا يزعقوا كده. فهم كانوا عمتي بقى كانت مستعجلة، وعشان خاطر السواق اللي كان معانا كان تبعها فعاوز يروح. فقلنا بقى ايه ناخد لكم جولة في الحمام بقى، احنا خلصنا خلاص واطمنا عليه ان هو سافر، فدخلنا بقى ناخد جولة في الحمام. إيه ما شاء الله الحمام جميل جدا، انضف من من بيتنا. اهوت. وفي برضك صابون ابو بلاش كتر منه، بنوريكم حاطين فيه صابون. كل حاجه مجهز لان اللي مسافر هو اللي بيستخدمه. اما بره في الشارع في المكان اللي انا بقول لكم عليه تحت السلم ده ما فيهوش الحاجات دي خالص. نزلت اللي تحت السلم الجماعه اللي كانوا لا معانا مش بنروح الحتت دي. بتقول لك احنا، بتقول لكم احنا، انا مش بروح الحتت دي، ما بتروحش الحتت اللي تحت اللي فيها السلالم والحاجات دي، هي بتخش معايا. دي مناديل اهيت، واللي جنبها دي كانت المنشفة. وهنا الحمام دوت، وبرضو سايبين لكم مناديل جوه. وهنا السافونة اهوت بتشديه. على فكرة الحمام دوت معلق، والأرضية نظيفة جدا جدا ما شاء الله. بقول لهم الصالة بتاعت الحمام يتنام فيها. البيبان كتير في كذا حمام يعني. وهنا باب بتقفلي الباب اهوت. وهنا بقى خلاص كنت عايزه اتوضى عشان اصلي العشاء. كانت العشاء اتدنت واحنا ما صليناهاش، اتدنت علينا في الطريق واحنا ما صليناهاش. فقلنا بقى نتوضى ونصلي في قبل ما نخرج عشان نروح بقى، لان المسافه طويله وهنيجي هنكون هلكانين، هيكون الفجر جدا، فايه مش هنلحق نصلي العشاء. فانا لو اتاخرت عليك يا عمته تعرفي ان انا كنت فين، كنت بتوضى وبصلي العشاء. هي طبعا ما شافتش الفيديو ده خالص، فهي هتشوفه معاكم بقى، عشان اي حد ما بيحبش يطلع في الكاميرا يعني. فانا ما بطلعش حد إلا لما يكون هو اللي عاوز يطلع يعني. اما في ناس بتطلع غصب عني، الكاميرا بتيجي عليهم غصب عني بقى عادي يعني. فهنا بقى كنت بتوضى وبغسل ايدي. ماما كترت الصابون جدا لانه ابو بلاش كتر منه. فقعد انا بقى متضايقه بقول لها انت كترت الصابون والحنفيه قصيره وانا مش عارفه اشطف ايدي حلو. فهنا كانت بتوريكم المفاصل بتاعه الحمام. بتقولي يعني البيبان دي حلوه،
حتى مع استعمال المية وكده ما بتبوش زي البيبان الخشب. ما كانش في حد في الحمام ما طيب؟ كانش حد في حابه الحمام خالص حابه الا حد. اوريكم بس الحمام المعلق جميل ما شاء الله والحمام المعلق ونضيف جميل ومساحه جدا تحته. ونضيف، وتقدري ان انت تمسحي تحته. فانا كان نفسي اجيب في الحمامات بتاعتنا بس ما لقناهوش. وسالناهم في وسألناهم بره واحنا قالت بنجيب، بيشيل اوزان تقيله ما شاء الله. وبيشيل. سألناهم بره قالوا بيشيل اوزان تقيلة جدا. طبعا معانا جديد في القناة، ما تنساش تعملي لايك، اشترك